اهلا، معاكم سارة. في فيديو النهاردة هنعمل الجبنة القريش الكريمية باربع قطع مختلفة. ازاي نحول الجبنة القريش لجبنة كريمية سبريد بطعم كمان رائع جدا. تخيلوا الجمال ده كله اللي قدامكم من الجبنة القريش. يلا على طول نبدأ في وصفة النهاردة. اول حاجة عملتها ان انا جبت الجبنة القريش وضربتها في الكبة، او ممكن كمان نضربها بالهاند بلندر. لو لقينا ان هي محتاجة سوائل ممكن نزود عليها حبة من اللبن، واوقات كمان بزود معاها زبادي، واوقات تانية بزود معاها القشطة اللي شلناها من وش اللبن. بتختلف على حسب انا محتاجاها ان هي تكون صحية اقل سعرات. هبدأ ان انا اقسمها في اطباق على 4 كميات عشان اعمل بيها 4 قطع مختلفة. حاجة مهمة جدا هنا ان نعمل كل طعم لوحده، يفضل في التلاجة يوم واتنين وتلاتة واربعة كمان من غير اي طعم مختلف معاه، عشان تستمتعوا بالطعم مميز لحد اخر نقطة فيها. ما تسيبوهاش فترة طويلة معاكم في التلاجة، ولازم تكون في علبة محكمة الغلق. اول طعم هعمله هنا وده من اكتر القطع اللي انا بحبها جدا، ضفت هنا توم. لو انتوا ما بتحبوش طعم التوم قوي يكون باين ممكن تبدلوه بالثوم البودر، وزيت زيتون، وهضربهم مع بعض كويس جدا. تاني طعم هعمله وهو بالفلفل المشوي. ده فلفل انا شويته تحت الشواية وشلت القشرة بتاعته وشلت البذر، وهنضيفه هنا. هضيف زيت زيتون. اكيد تقدروا تظبطوا طعم الملح في الجبنة، ساعات بتيجي الملح بتاعها زيادة وفي اوقات الملح بتاعها بيكون يعني مش مضاف لها ملح، فانتوا تظبطوها على حسب الطعم بتاعكم. هضربهم كويس جدا، وممكن كمان تزودوا الفلفل يكون مش مشوي، هيخلي اللون بتاع الجبنة شوية احمر شوية او اللون بتاعه مختلف مش زي كده. وتالت طعم من اكتر كمان القطع اللي انا بحبها قوي، هضيف معاه زيتون مخلي وزيت زيتون طبعا، واضربهم مع بعض كويس جدا. واكيد تبدلوا زيت زيتون باي نوع زيت تاني انتوا تفضلوه او متوفر عندكم. والطعم الاخير معانا هيكون عبارة عن اعشاب مفرومة ناعم، بقدونس، كزبرة، شبت، ويا سلام لو عندكم روزماري، زعتر، ريحان، اي نوع من الانواع دي كلها المتوفرة عندكم. اعملوا ميكس مع الانواع اللي انتوا بتحبوها وفرموها ناعم، وضيفوا عليها زيت زيتون. ما كانش متوفر عندي هنا زعتر فريش فضفت عليه زعتر عادي او دقة زعتر كمان، زيت زيتون. هنقلب كل حاجة مع بعضها. وهنقدمهم عشان نعرف كل حاجة احنا عاملين طعمها ايه. ضفت على الوش زعتر مجفف على اللي عاملاها بالاعشاب، وطبعا زيتون على الجبنة بالزيتون، وبابريكا مدخنة على الفلفل المشوي، وحبة البركة بتبقى حلوة قوي، والسمسم كمان مع اللي عاملاها بطعم الثوم. وده الشكل النهائي للجبنة القريش بتاعتنا. واستنوا افكار تانية مختلفة وقطع كمان مختلفة من الجبنة القريش. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منه. قابلكم ان شاء الله بفيديوهات وصفات مختلفة، وسلام عليكم.